زمان العرب قالوا إن لكل إنسان نصيب من اسمه، وإنت لو اسمك حلو فبتكون من دعوات الناس ليك. ربنا يجعل لك نصيب من اسمك. يعني لو اسمك كريم فتكون سخي وشهم، ولو اسمك حمزة فبيبقى عندك شدة وحزم. واحد من اللي كان ليهم نصيب من أساميهم هو الملك الصالح نجم الدين أيوب. اسمه نجم وهو في التاريخ نجم. كان النجم سابع حكام الدولة الأيوبية. قبل عهده كانت القدس تحت إيد الصليبيين، لأن أبوه الملك الكامل سلمها لفريدريك الثاني من غير قتال بسبب الصراع اللي كان موجود في البيت الأيوبي. فلما وصل بقى نجم للحكم سنة 1240 رجعت مصر تاني لقوتها اللي كانت أيام جده صلاح الدين، وتحالف مع قوات الخوارزمية واسترد القدس مرة تانية من الصليبيين. الصليبيين بقى يسكتوا؟ لا، الصليبيين ما سكتوش وراحوا مجهزين حملة صليبية قوية. كانت الحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع، وكان هدفها السيطرة على مصر، لأن الفكرة اللي سيطرت في الوقت ده على أوروبا إن ما دامت مصر قوية فأي مشروع صليبي للاستيلاء على بيت المقدس مصيره الفشل. وصلت بقى الحملة مصر ونجحت في الاستيلاء على دمياط في 4 يونيو 1249. طلع الملك المريد نجم الدين أيوب بجيشه على المنصورة ومات هناك. وهنا جه دور زوجته شجر الدر اللي خبت خبر وفاة الملك عشان الجيش ما يتأثرش. فلما قامت المعركة في فارسكور اتهزم الصليبيين واتأثر الملك لويس التاسع، وخرجوا من مصر ومهزومين شر هزيمة. وبعد الحرب قررت شجر الدر إنها تبني قبة لزوجها جنب المدرسة الصالحية اللي كان بنيها الصالح سنة 1243 مكان القصر الفاطمي الكبير. ولما خلص البناء نقلت شجر الدر وفاة الصالح نجم الدين أيوب من الروضة للمكان ده عشان يبقى نجم مضيء في شارع المعز. كده خلص فيديو النهارده، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.